100.2 اف ام. سهرة مع أديب. معكم مهندس الصوت على الهواء الشافعي إبراهيم. من غرفة المراقبة الرئيسية أشرف أبو الهنا. وأسعد بكم من أسرة المذيعين هاني فاروق. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات سهرة مع أديب التي نقدمها لكم في سهرة السبت من كل أسبوع. سيداتي وسادتي، ضيفتنا اليوم هي ضيفة تحدثنا عنها منذ عدة أسابيع مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد عبد الجواد، الأديب والكاتب والناقد، والذي يقدم لكم عبر أثير راديو القاهرة الكبرى سلسلة أدباء معاصرون. ضيفتنا هي أديبة وناقدة، وهي أيضا إعلامية، وهي باحثة في مجالات عديدة، حاصلة على الدكتوراه وشهادات في التعليم العالي متنوعة. ضيفتنا هي الأديبة والناقدة والإعلامية الدكتورة منى حسين. دكتورة منى، أهلا بحضرتك معنا على الهواء يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ هاني. أهلا بحضرتك. منورة الهواء راديو القاهرة الكبرى. بس طبعا هواء الهيئة الوطنية للإعلام مش غريب عليك، يعني لأن أنت ضيفة باستمرار في قنوات الهيئة وغيرها أيضا، وأنت كمان زميلة إعلامية، يعني حضرتك كبير محررين بدرجة مدير عام في قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام. ده حقيقي فعلا، أنا مدير عام التحليل السياسي كمان، ده تسجيل يعني. جميل جميل. طبعا بس السادة نبدأ الأول بتعريف السادة المستمعين بالناقدة والأديبة والإعلامية دكتورة منى حسين. والله شوف، يعني أنا يمكن اهتماماتي في البداية كانت الدراسات العليا، واهتماماتي بقضايا المرأة المختلفة، فكان فعلا الماجستير أنا عملتها سنة 99. وكانت عن تخطيط لزيادة الفرص التعليمية للمرأة. فهنا المرأة هنا أخذتها كمان الإناث عشان أخذ كل المراحل العمرية من البداية للطفلة للمراهقة لطالبة الجامعة وهكذا. يعني الإناث مش المرأة يعني. الإناث لأنها كل المراحل العمرية المختلفة ليها. جميل. بعد كده جات الدكتوراه بقى، كان ربطت الإعلام التلفزيون ودوره في تلبية احتياجات التربوية للمرأة العاملة في الحضر. واللي هنا الاحتياجات التربوية كانت يعني فيها احتياجات بقى هنا تعليمية وأسرية واجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية دينية. فخدت كل نواحي التربية للإنسان. التربية مش بس تعليم، لأن في ناس كتير تقول تعليم، لا مش تعليم بس. نعم صحيح. فدي بناخد كل جوانب الحياة، فكان برضو اهتمامي بالمرأة. جميل. فده كان 2004 أنا ناقشت الدكتوراه بتاعتي في المجال ده. بعد كده برضو اهتمامي بأن أنا بقدم بحوث بقى ترقية بقى، بس عايزة أترقى وحاجات كده، فكانت كلها المرأة لكن ربطها بالإعلام. فدي في مؤتمرات مختلفة وفي دوريات تم نشر فيها بحوث ليا واهتمام كبير. يعني إلى أن جت بقى طفرة تانية خالص ونقلة نوعية، إن أنا ابتديت أكتب في الأدب. إيه ده؟ يعني كل ده ما كنتيش حضرتك في البدايات دي ما كنتيش كتبتي حاجة في الأدب خالص؟ مجرد يعني أبيات شعرية بسيطة، خواطر، حاجات كده، لكن ما بهتمش إن أنا أنشرها كمان خالص. فطبعا كل ده أنا بعيدة تماما، لكن اهتمامي بالمرأة ده إعلام بقى. طبعا. واخد بال حضرتك؟ ده تخصص، لأن أنا برضو عملت فترة كمدرسة لغة إنجليزية للثانوي. فكنت قريبة قوي من البنات، وبشوف بقى ممكن تتجوز مثلا عفوا رغبا عنها، وممكن تبقى تتوقف عن دراسة لغياب الأم أو لسفرها أو لوفاتها أو لمرضها. كل دي حاجات كنت بشوف نوعيات، وعارف اللي بيخزن. طبعا.
انا كل ده انا بحس بيه وبشوفه، ده لحد بالإضافة ما بقى. لحضرتك العصر اللي حضرتك كنت فيه وبتعملي فيه الماجستير والدكتوراه وحتى مجال شغلنا كان في عهد الرئيس مبارك، واهتمام الرئيس مبارك وزوجته سوزان مبارك بالمرأة في ذلك الوقت يعني. فكان كل دي من العوامل أعتقد أنها اللي ساهمت في أن حضرتك يعني تبقي شغوفة بهذا المجال يعني. جدا، مش عايزه اقول لحضرتك فعلا انا سجلت للدكتوراه سنه 2000. نعم. وفي هذا العام تم تاسيس المجلس القومي للمراه. جميل جميل. فيعني كنت عارف ان انا مواكبه لده. كأنك كنت بتفكري معاهم يعني. بالظبط. لدرجه انا وانا شغاله في الدكتوراه فبقيت اقول لهم لا الحقوني بسرعه عايزه اناقش انا خلصت. فيقولوا لي ايه الاستعجال يعني؟ فاقول لهم انا حاسس ان موضوعاتي كل الناس مهتمه بيها. ده حقيقه. فمش عايزه احس ان انا بتكرر او انا بحس ان انا لا، انا عايز السبق يبقى ليا انا. طبعا عشان ما يقولوش ان انت يعني انا مش واخده منهم، هم اللي واخدين مني. بالظبط. ففعلا كانت دي الفتره دي بالنسبه لي انا كانت مهمه. وبالتالي كان الاهتمام على مستوى يعني الشخصي انا مهتمه بده، لان طبعا كلنا يعني انا كمراه اعرف اعبر قوي عن المراه وعن مشكلاتها وعن احتياجاتها. فكل ده انا عاصرته ومشيت فيه. فكان المواكبه بان يعني المراه دي ازاي اللي فيه يقول المراه خدت كل حقوقها. طب خدتها فين؟ خدتها ازاي؟ طب ما في، اذا كان في نسبه من النساء اخذ بالفعل حقوقهم، ففي نسبه اكبر محروم. ما تفتش ده. ربما عادات وتقاليد، مجتمعات ريفيه او في جنوب الصعيد او فلقيت ان في فعلا ما زال بعض النساء او نسبه كبيره من النساء محرومات من كل حاجه. احنا لحد دلوقتي احنا في زماننا ده بعد حضرتك ما حضرت الدكتوراه اهو دلوقتي ب 20 سنه، بعد ما ناقشت الدكتوراه ب 20 سنه، احنا لحد دلوقتي في بعض المناطق فيها المراه محرومه من التعليم في بعض القرى، ومحرومه من الميراث ايضا يعني. يعني لحد دلوقتي فعلا احنا محتاجين المزيد من الكفاح من اجل قضايا المراه يعني. هي فعلا المراه تستحق، لان المراه مش فرد في أسرة، ده المرأة هي عمود الأسرة. احنا دايما نقول مقولة كده من زمان بنقول المرأة نص المجتمع ومسؤولة عن النصف الآخر أيضا. بالظبط كده. فهي المجتمع كله زي ما بيقولوا بقى. طبعا دي حقيقة فعلا، في حقيقة. فأنا مهتمة بده لأني مهتمة بالأسرة، مهتمة بمستقبل الوطن، مش بس يعني على نطاق محدود، لكن كل ما نقرأ ونشوف هتلاقي ان احنا محتاجين التطوير ده. هي اللي بتطور الفكر، هي اللي بتثقف الولاد، وهي اللي بتربي الولاد. هي بتربي على الخير وعلى التفهم وعلى المعاصرة والتحضر، يا اما ان هي عفوا ما عندهاش ده فمش هتعرف تعمل ده. صحيح صح. واخد بال حضرتك؟ فاهتمام بالمرأة هو اهتمام اساسي. فده ده شغلي الشاغل. ولما بديت بقى في كتاباتي الأدبية كان امتى مثلا يا دكتورة؟ أنا في 2017 نشرت أول مجموعة قصصية. ياه. طب أنت إزاي اكتشفتي الموضوع ده؟ اكتشفتي الموهبة اللي عندك إزاي، ولا مين اكتشفها لك؟ هو أنا لأن أصل أنت معلش قبل ما حضرتك تجاوبي، لأن أنا قريت نماذج من كتاباتك رائعة جميلة يعني مش حاجة نقدر نقول يعني مبتدئة مثلا، انك مبتدئة من 2017 لحد دلوقتي 6 سنين مثلا. فلا انت بتكتبي ادب رائع جدا، ان كان في القصة ولا في الرواية او حتى في المقالات. اسلوبك رائع جدا. وبعدين حضرتك دلوقتي بيستعان بيكي في مناقشة يعني روايات للأدباء، ودلوقتي بترأسي نادي أدب الجيزة كمان. فيعني غريب قوي ان حضرتك تأخرتي هذا التأخير الكبير يعني. هو كان بيتقال عليا ان انا بكتب العلم في الماجستير والدكتوراه باسلوب ادبي. الله جميل. فده كان يعني ربما دي المهارة دي موجودة اوريدي عندي، بس ما كانتش متوجهة في ده، لانها متوجهة انها فيها المرأة وضعها ايه. مش عايزه اقول لحضرتك طبعا ان انا حياتي اصلا الخاصه انا اتجوزت وانا عندي 18 سنه. ياه. فعلشان اواكب بقى واكمل تعليمي وانا زوجه، وبعدين وانا زوجه وام،
فكان في صعوبات، لكن لان طبعاً. انا عندي تارجت فالحمد لله قمت بده وبالتوقيت المناسب. يعني كل حاجه الحمد لله كلها بسنواتي ماشيه مع بعض، ما اخرتش سنه ما عملتش ده. فانا جيت على نفسي عشان احقق نفسي. ده انا بس يعني برضو عايز اوضح للساده المستمعين ان مش بس اللي سمعوه بس هو اللي حضرتك بتعمليه، انك باحثه، يعني حصلتي على ماجستير ودكتوراه، او اديبه بتكتبي روايات وقصص، او بترأسي نادي ادب الجيزه وبتحضري ندوات وكده يعني. ولكن في حاجات تانية كتير. ده حضرتك درستي في الجامعه، ومش بس في مصر، ده بره مصر في ده السعوديه. حقيقي، ده حقيقي. فده هيخليني يعني طبعا اقف احتراما لحضرتك. لولا ان الميكروفون لازم ابقى قاعد كنت وقفت دلوقتي. فلا الحقيقه حاجه جميله، وده هيخليني اسال حضرتك برضو، يعني انت ازاي بتعملي ده كله؟ يعني بتلاقي الوقت لده كله منين؟ بيتك يعني هل حاجه اثرت على التانية؟ يعني احنا شايفينك في مجال الادب ما شاء الله، وفي مجال البحث العلمي انك تحاضري في الجامعات، ده على اعلى مستوى. البيت بقى اخباره ايه؟ والله شوف حضرتك، انا من اول ما اتجوزت انا خلفت طفله واحده، وبعدين كملت التعليم الاول، نعم. وبعد كده خلفت بنتي الثانيه وانا في الخدمه العامه. ما كان شاء زمان الله. عندنا خدمه العامه دي حاجه ضروريه كان يعني زي الجيش عند الصبيان عند كده. الشباب. اه. ف... وبعدين لما اشتغلت خلفت الولد. فانا ولادي في ما شاء فرق الله. سن كبير بينهم وبين بعض، علشان اه. يبقى عندي ازاي ادي ادوار. جميل جميل. مهم ان انا اكمل تعليمي، مم. مهم ان انا اربي ولادي بالشكل المناسب. فالاولويه بالنسبه لي الولاد. هل كنت قصد هذا التنظيم يعني؟ الحمد لله. طبعا طبعا، لان جميل انا لازم اكمل تعليمي. جميل. فهي وممنوع يعني العلم والطب، انا دايما برجع باستشاره الطبيب يعني. احنا كل ده بنقوله لانه ده نموذج، حضرتك نموذج مشرف وجميل. و يعني حضرتك بتقولي ان مفيش حاجه تعطل حد عن حاجه، يعني اللي عايز حاجه خالص. بيعملها. ايوه بيته ده بيبقى حقيقي. كويس، وشغله بيبقى كويس، واهتماماته كمان وهواياته بتبقى كويسه جدا. هو عمليه تنظيم الوقت، بالظبط بالظبط. وفي حاجات كثيره منها انا كنت باجي على نفسي. مم. يعني اهم حاجه عندي ان انا ولادي امتحاناتهم وحاجتهم يبقى هم اولويه. اوقف اي حاجه. طب فتره ثانيه يبقى لا، الدراسات العليا لا، تاخد بقى فتره الاجازه هم قعدوا، اشتغل انا بقى وانزل المكتبات واجيب المراجع واجيب الحاجات واشتري واقعد في البيت اذاكر جنبهم. في الايام اللي ما فيهاش عمل، حضرتك عارف ان احنا في عملنا في الاعلام ما بنشتغلش كل يوم. احنا عندنا في ايام فاضيه، الشفتات بتاعتنا الايام اللي ما عندناش شغل بقى في بحث علمي. احنا بنبقى مثلا في حدود مثلا 4-5 شيفتات في الاسبوع، الشيفت في حدود 5-6 ساعات، فبيبقى في يعني امكانيه لتنظيم الوقت بشكل كافي وكويس. بالظبط. فبنرجع نشتغل تاني بقى شغل تاني. فاهم حاجه عندي مجرد ما الاولاد بقى كبروا وابتدت دماغي تفضى، وانا كنت خدت الدكتوراه قبل ما يتخرجوا كمان ولادي. نعم. فابتديت عارف اللي ابتدي ايه، افكر بشكل مختلف. لقيت ايدي بتمشي ان انا بكتب قصص. فانا في معرض الكتاب في حفل توقيع لصديقه ليا، فلقيت ان صاحب دار النشر بيقول لي حضرتك ما لكيش اي كتابات؟ قلت له ما انا نشر الدكتوراه بتاعتي في كتاب التلفزيون والمرأة. فقال لي طب ما كتبتيش حاجه ثانيه؟ قلت له والله كتبت بعض قصص كده، لكن يعني لسه مش شايفه انها ايه. قال لي طب عموما ابعتي لي حاجه منها، انها محاولات يعني. مجرد محاولات. فبعتي لي حاجه كده. فاول ما بعت لي واحده قال لي هايله، طب عندك تاني؟ قلت له اتفضل. اتكررت لحد ما وصلنا ان هو بقى معانا 18 قصه. 18 قصه اللي هي اول مجموعه قصصيه، اللي هي مجموعه قبلة الوداع. الاول مجموعه في 2017 قبلة الوداع، مجموعه قصصيه. في 2017. عارف حسيت ان ليها استحسان حلو، ونزلت على كان في معرض كتاب كده في ساقية الصاوي. فحسيت الله ده في كتب ليا بتتعرض، من عليها كتب علميه، لكن يبقى ادبي ده جديد عليا فعلا يعني. طعم الانجاز بقى. حاجه مختلفه. انت بتصدق ايه؟ لا ده كويس. فيعني قعدت مره مع الدكتور عادل هاشم،
اللي هو دكتورنا في المسرح وفي طبعا في الاعلام في التمثيل. طبعا. فقال لي انت الادب اللي انت بتكتبيه ده ادب روسي، زي الادب الروسي لا يقل عنه تشيكوف وغيره. ده حقيقي انت كده يعني انا لا 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 لا. طب انت تقصدي مين هنا؟ طب انت حوارات كانت بتحسسني ان انا بعمل حاجه ايجابيه فتشجعني اكتر. جميل. ففعلا ابتديت اكتب. فكان دي 17 في معرض الكتاب، نزلت اللي هو في سنه يناير 18 نزلت صانعة الفنون، كانت برضو 18 قصة، برضو بعدها بسنة على طول يعني. أقل من سنة. تمام. لأن دي نزلت في شهر 7. دي نزلت في شهر 1 اللي بعدها مباشرة. جميل جميل. فابتدى الكل يقول لي لا طب ما ليه، طب ما اتحاد الكتاب، اتحاد كتاب مصر علشان تاخدي العضوية لازم يكونوا 3 كتب بنفس هي التصنيف. لازم يكون قصص قصيرة برضه. فكان انا في دماغي روايه فاجلتها. جميل. ودخلت المجموعه ثالثه اللي هي قيد من حرير ونزلت سنه 19. وبالثلاثه دول انا اخذت عضويه اتحاد الكتاب مصر. واخد بال حضرتك. جميل جميل. بعد كده طبعا ما بقدرش اتراجع. فلقيت في زميل لينا هو رئيس قسم تعليم الكبار في جامعه القاهره في كليه التربيه والدراسات العليا. قال لي طب ما احنا عايزين، انت مهتمه بالمراه وانا مهتم بالمراه معاكي، بس انا هاخدها من منظور تعليم كبار وحضرتك بقى تاخديها بقى محو اميه وحاجات كده. قلت له ماشي انا معاك. فعملنا كتاب عن تعليم المراه من منظور تعليم الكبار، والتلفزيون والمراه من منظور تعليم كبار، علشان نقدم ده وتعليم المراه في المناطق العشوائيه اللي هي المناطق الفقيرة وغيرها. كتاب أكاديمي يعني. كتاب أكاديمي. فده فعلا نزل في توقيتها. جميل. يبقى دي هنا بتكلم في سنة 19 برضه، بس بدل ما هو إنتاج أدبي بقى إنتاج علمي. بعد كده دخلت في رواية بقى. نظرات عكاز. دي الرواية الوحيدة حتى الآن مش كده ولا في؟ هو في رواية ثانية بس هي تحت يعني لسه بتتجهز للنشر، بس مجرد مراجعات بسيطة وتنزل إن شاء الله. تنزل في معرض الكتاب ده ولا لسه؟ لا لسه شوية؟ مع الأسف ما لحقتش. مع الأسف ما لحقتش. فنزلت بنظرات عتاب فكان ليها برضو الحمد لله صدى حلو، ولدرجة إن في حد يقول لي مثلا أنا بقى قاعدة في مكتبي وحد أخذ الكتاب مثلا من بعدها ب10 دقايق ولا مش عارفة ساعتين ولا حاجة والصبي جاي. بقول له إيه؟ يقول لي أنا كنت بجري ورا الكلام. أقول له إزاي؟ قال لي أنا بسبق الأحداث. ده حقيقي فعلا، ده اللي أنا حسيت بيه برضو وأنا بقرا حاجات لحضرتك. فلقيته بيقول لي لا يعني انت متحامله عليا على هنا الرجاله. قلت له والله ما متحامله، ده انا فير قوي فيها، انا ما جامدش يعني. لو المراه اللي مخطئه انا بقول ده بوضوح، يعني بقول انها المفروض تعمل ده فببقى جايد، واخد بال حضرتك. فالمهم لقيت ان ليها صدى حلو. فالمهم بعد شويه لقيت نفسي في مجموعه تانية اتجهزت في ايدي، فكانت للحياه وجه اخر. لا اسماء الاعمال الادبيه لحضرتك كلها مميزه جدا وجميله. هي عارف بحس ان انا بصنف الواقع وبعمله بقى، عارف كلاسيفيكيشن كده، كل تصنيف. تصنيف في كل مجال او في كل منطقه من حياتنا او جانب منها بيبقى ليها بعض الخصوص. فلقيت ان احنا كل واحد مننا حاله فرديه كل يوم وكل سنه وكل ساعه. طبعا. فكل دي بتحس انك بتعمل سبوت على موقف، سبوت على مشكله، سبوت على حاجه، وتحاول يعني تناقشها وتشوفها. البحث العلمي ما زال مسيطر عليا يعني. ده انا كنت لسه اقول لحضرتك الكلمه دي. فعلا يعني اسلوب حضرتك اسلوب يعني عين باحثه اكاديميه يعني، لكن بتخرج الانتاج بشكل ادبي رائع. ربنا يخليك. فهي كلها بتحس ان انت
لازم تكون معاصر، لازم تكون عايش مع الناس، لازم تكون شايف ايه الجديد اللي بيطرأ على سلوكيات الافراد، على العلاقات المختلفه. هو جميل ان حضرتك كمان ما بتتصنعيش ده، لانه ده موجود عند حضرتك من بعد التخرج مباشرة، وطبعا هو اكيد طبعا من قبل التخرج، بدليل ان انت اخترتي الماجستير هذا الموضوع، المواضيع الخاصة بالمرأة، والدكتوراه ايضا يعني. فالعين الباحثة عن يعني نقدر نقول ما يهم المرأة أو ما يهم الأنثى في مصر وفي العالم بالطبع، بالتأكيد من خلال حضرتك، من خلال النماذج المحيطة بيك من قرايب بقى وجيران ومعارف وزملاء، ده موجودة من قبل الكتابة الأدبية. بالظبط بالظبط، وكل ده بيثقل خبرتنا. فكل ما بتكتب حاجه يعني انت يعني جزء منها يعني ممكن ما يبقاش لايف، لكن ما شفتوش بنفسك، لكن شفت لمحه معينه بتبني عليها قصه جديده، وتشوف ايه هي التتبعات ليها، او ايه هي الاثار بتاعتها، او ازاي تحلها، او ازاي توقف حاجه فيها خطورة على علاقاتنا المختلفة. صحيح صحيح. بتفسدها بشكل ما. طب علاقة الأم بالأولاد، يعني احنا عندنا مجموعة من القصص، واحدة منهم سوف أحيا مثلا. الأم اللي هي مرة واحدة انتفضت كده، قالت وأنا عايشة. عارف دي بقى يعني سؤال غريب كده، يعني حياتها مش لنفسها خالص. هو انا عايشه ده، انا دلوقتي ولادي كبروا واتجوزوا وكل واحد في بيته وعايش حياته. طب انا كل اللي بيني وبينهم تليفون، ولو عايزين يخرجوا او حاجه يعدوا عليا شويه او انا اعزمهم، المهم ان هم يوصلوا الشغل يطمنوا عليا كده، قاموا بالدور. طب وانا حياتي هي قائمه على كده، اقتصرت على ان انا اكون في البيت بستقبل التليفون بس يطمنوا عليا او بعمل حاجه؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده تاني. فقلت لا، انا هخرج بقى واروح النادي. خلاص بقى، واروح اقعد مع صحباتي، بقعد معاهم واحس ان انا عايشه مع الناس بقى. مش معقول قاعده كده ستاند باي ليهم يعني. فبتقول قررت تاني يوم ان انا هنزل بقى وهلبس وهعمل. فجهزت بقى نفسها انها تروح تكسر في النادي وتقعد شويه وتقعد مع صحباتها لما يجوا لها. لقيت بنتها بتتصل بيها وبتقول لها ماما معلش حماتي تعبان، فمن فضلك هجيب لك الولاد لان مش هينفع اخدهم معايا المستشفى. فقالت طب اجل بقى المشوار بعدين. نسيت نفسها تاني. سوف احيا، يعني خلاص هعيش، بس مش نافع النهارده، طب اجلها بكره بقى، ربنا يسهل بقى. فاذا الدوامه اللي بيمر بيها ممكن تبقى الام، ممكن يبقى الاب. طبعا. وحضرتك قلتي حتى، وحضرتك يعني احنا بنتكلم عن حياتك الخاصه يا دكتوره منى، حضرتك قلتي لما سالتك انت بتعملي ايه، قلتي لي باجي على نفسي. ده كتير. فهو ده اللي حضرتك شرحتيه في القصه سوف احيا، هو حضرتك مريتي بيه وكل واحد مننا مر بيه. بيجي على نفسه فعلا كتير علشان بيته وعلشان ولاده وعلشان امور معينه. الواحد بيوصل لمرحله سنيه خلاص بيبقى مش عايش لنفسه خالص يعني. ده حقيقي. بس فعلا الخاطر بيجي على باله، يعني انا عايز اعيش، بس امتى بقى؟ امتى عايش؟ امتى؟ طب امتى بقى؟ فهي بنوصل لدي، فتحس يعني انا مش بفتعل الحاجات، لان بالفعل انا لاني اتجوزت صغيره، فانا ولادي برضو اتجوزوا وخلفوا وانا صغيره. فدخلت في اريا من انا ببقى بربي ولادي، ان انا بستضيف احفادي كمان. بقيتي جده مثلا وانت في السن اللي في بعض السيدات بيتجوزوا فيه. ايوه مثلا. لا كتير، واخد بال حضرتك. فده موقف، ده موقف. حتى لما الولاد بيدخلوا معايا ماما بتعملي ايه، او لهم حاجه كده، يقولوا دي انت تقصدي فيها مثلا اختي، دي انت تقصدي فيها اخويا. هي المواقف بتكرر نفسها، وبعد كده بتشوف حضرتك ايه. فعلا، لان ده واقع انا مش بختلقه. فعلشان كده اللي بيتقال من القلب زي ما بيقولوا بيدخل القلب مباشره. فهو بيتحس، لان انا بعبر عن مرأة بظروفها الأسرية مع أولادها، مع حياتها، مع ده. ممكن يبقى الأب زي ما قلت لحضرتك. يبقى أنا عندي هنا
الأحداث بتتكرر بأشكال مختلفة. نعم نعم. الحقيقة الدكتورة منى حسين، الناقدة والأديبة والإعلامية والأستاذة الجامعية ورئيس مجلس إدارة نادي أدب الجيزة، يعني هنقف مع حضرتك فاصل قصير علشان حضرتك بس تلتقط الأنفاس، ونعود لاستكمال النصف الآخر من هذا اللقاء الممتع. فاصل قصير ونرجع لحضرتك مرة تانية، خليكي معنا على التليفون. حاضر. 2.2 FM سهرة